تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لازم طبعا اول ما نبتدي كده نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل طريقة الفراخ المشوية اللي متبلة، طبعا بطريقة الحاتي. هتشوفوا طبعا كل الحركات والتكات اللي هتخليها ناجحة وهتطلع طعمها حلو، وخصوصا لو هتسووها على الفحم. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا والطريقة بتاعتنا. اول حاجة في المقادير بتاعتنا معانا مية بصل، معانا معلقتين كبار كاتشب، معانا معلقة كزبرة ناشفة، معانا معلقة ملح، معلقة كبيرة توم باودر، ومعلقة بصل باودر، معانا ربع كوباية خل، ومعانا ربع كوباية زيت، ومعانا كركم وشطة وبهارات فراخ. يلا نشوف هنعمل ايه بقى. دلوقتي بقى هنعمل التوابل بتاعتنا. هنحط مية البصل، وهنحط التوابل بتاعتنا اللي هي ملح وبصل باودر وتوم باودر، وهنحط بهارات فراخ وكركم وشطة وكزبرة ناشفة، وبردك هنحط معلقة توم صغيرة كده، يا اما فصين توم تكونوا انتوا دقينهم كويس، ونحط بهاراتنا كلها كده. وعندي بردك سكر، نص معلقة سكر نحطها بردك لانها بتساعد على التسوية وبتدي طعم حلو قوي. وبنحط الخل والليمون كمان، دول كلهم بيساعدوا على التسوية وبيخلوا الانسجة بتاعت الفراخ بتبقى طرية وتستوي بسرعة ويبقى طعمها حلو. هنقلب بقى كده. هنحط الكاتشب بتاعنا، عايزين ربع بردك كوباية ليمون، هنقلب بقى كله مع بعضه كده. بصوا الخلطة شكلها يجنن ازاي. عندنا بردك ربع كوباية زيت، هنحط ربع كوباية خل، لانهم بيساعدوا الخل والليمون بيساعدوا بردك على يخلي الاكل طري، الفراخ طرية وبتستوي بسرعة كده. الخلطة بتاعتنا كده، التتبيلة بتاعتنا جاهزة. بصوا زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هنجيب الفرخة بتاعتنا بقى كده. هنقطع الفرخة من عند سلسلة الظهر كده، كده زي ما انتم شايفين. وهنعمل الناحية التانية برضو كده. عملناها اهيت، شلنا السلسلة كلها بالزور كده.
بصوا كده. الزور ده بقى ممكن لو عندك فرختين ولا 3 ممكن تاخديهم مع بعض كده وتيجي جايه عاملاهم شوربه وحط عليهم بقى حبه ملح، فلفل اسمر، ورق لوري، اي بهارات عندك، وتعملي شوربه تجنن. لو انت عايزه تشربي شوربه جنب الفرخه او تعملي رز، ممكن تعملي بالشوربه ديت تعملي بردك بيها الرز. بصوا كده قطعناها اهيت. ممكن لو عندك بقى مدق ولا اي حاجه ممكن تدقي هنا شويه عشان تسويها تبقى كلها سوا واحد. هناخدها دلوقتي نغسلها ونيجي نتبلها بقى. تمام. هنقلبها بقى كده زي ما انتم شايفين كده، وهنيجي هنا بالسكينه ونقطعها كده حتت صغيره كده عشان التتبيله تخش فيها كلها كده. بعد كده هناخدها نحطها في بوله. بعد كده ببوز السكينه بردك نغرزها كده، نفتح بيها عشان التتبيله تخش كويس. نحط بقى التتبيله بتاعتنا. هنشرب بقى التتبيله كلها فيها كده. هنقلبها الناحيه التانية وبرضك التتبيله فيها كلها كده. بصوا كده كلها هتشرب بقى من التتبيله بتاعتها ديت. هندخلها دلوقتي بقى التلاجة تقعد لها 4-5 ساعات لو انت عايزاها. هي ديت المفروض ان هي تتبل من بالليل، انما لو انت عايزاها ومستعجله عليها ممكن تسيبيها بقى في التلاجة 4-5 ساعات كده ونرجع لكم تاني. كده يا جماعه بعد ما طلعناها بقى من التلاجة اخدت 4 ساعات عشان انا مستعجله عشان الغدا. فهجيب بقى اللي عنده شوايه ممكن بقى يحطها على الشوايه، واللي ما عندوش شوايه يحطها بقى في صينيه ألمونيا كده. يجيب صينيه ألمونيا ويحطها فيها. يلا نطلعها كده مع بعض. زي ما انتوا شايفينها كده. انا جبت وركين زياده عشان خاطر عيالي كده. هحط عليها بقى التتبيله، بقيه التتبيله بتاعتها، وهحطها على الارضيه بتاعه البوتاجاز. هحطها ربع ساعه كده، وبعد كده اشيلها احطها ساعه في الرف اللي في النص كده. حطينا التتبيله على الوش. هنغطيها بقى بورق فويل كده. ونحطها. يلا بينا نحطها في الفرن. بصوا حبايبي ادي الفراخ بعد ما طلعت. بصوا ما شاء الله. بصوا وهنقدم معاها سلطه طحينه، وهنقدم معاها السلطه الخضراء، واللي عايز يعمل رز معاها يقدمه مفيش مشكله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.